تحياتي للجميع. هناك أخبار عن لاعبي فريق برشلونة بخصوص تمديد عقود بعض اللاعبين أو التفاوض مع لاعبين من فرق أوروبية للانضمام لصفوف برشلونة في الموسم القادم. لكن قبل كل ذلك رسميا تم تمديد عقد المدرب هانز فليك حتى صيف 2027. كان العقد السابق حتى صيف 2026، لكن بعد النجاح اللافت للمدرب هانز فليك مع فريق برشلونة والمتمثل بتحقيق الثلاثية المحلية كأس الملك وكأس السوبر والدوري الإسباني، تم تمديد عقد المدرب هانز فليك حتى صيف 2027 لإكمال المشروع اللي بدأه مع فريق برشلونة. تم الاتفاق على تمديد عقد اللاعب إيريك جارسيا حتى صيف 2029، وتم الاتفاق على تمديد عقد اللاعب إنيجو مارتينيز حتى صيف 2027. أما بخصوص اللاعب رافينيا كان في هناك بالأيام السابقة كلام من الصحف أنه راح ينضم للهلال السعودي، لكن غدا الخميس سيتم الإعلان عن تمديد عقد اللاعب رافينيا حتى صيف 2028. أما بخصوص اللاعب لويس دياز جاري التفاوض حاليا مع اللاعب ووكلاء اللاعب وفريق ليفربول من أجل انضمام هذا اللاعب لفريق برشلونة في الموسم القادم بسعر تقريبي 70 إلى 75 مليون. لكن أنا برأيي الشخصي لويس دياز مش أولوية لفريق برشلونة. هناك رافينيا بيلعب مهاجم من الجهة اليسرى، بيقدر برشلونة بهذا المبلغ شراء مهاجم كرأس حربة من طراز عالمي وحارس مرمى يكون ممتاز يناسب طريقة لعب برشلونة. هناك بعض الصحف المقربة من فريق برشلونة بيحكوا انه تم تقديم عرض رسمي لفريق استون فيلا لضم اللاعب ماريانو مارتينيز، لاعب يناسب طريقة لعب برشلونة، عنده خبرة، بيلعب بقدمه. لكن هناك حارس برضه كان فريق برشلونة بيحكي عنه اللي هو لوكاس شوفريه، حارس فريق ليل الفرنسي، حارس للحاضر والمستقبل، عمره 23 سنة، يناسب طريقة لعب برشلونة، يلعب بقدميه، ممتاز بركلات الجزاء، عنده تصديات خرافية، حضرت له فيديوهات أنا وبعض المباريات. فعلى فريق برشلونة إنه يكون دقيق في موضوع التعاقدات، خاصة إنه الفرق المحلية والأوروبية قاعدة بتعزز فرقها بلاعبين ممتازين. فبنتمنى إن شاء الله التوفيق لفريق برشلونة في الموسم القادم والمواسم المقبلة وتحقيق الألقاب. تحيا برشلونة دائما وأبدا.